ازيكم؟ النهارده معانا تركة عن السمسم. السمسم يا جماعة طلع ليه فوائد عظيمة حلوة قوي، تحفة، وبالذات كمان للأطفال مهم جدا جدا جدا. وكمان اقول لكم بقى على حاجة انا اتفاجئت بيها جدا من السمسم ده، ان هو مسكن هايل. يعني لو انت عندك مغص، بطنك بتوجعك، اي حاجة، عندك صداع، انتوا متخيلين إن معلقة من السمسم بجد بيسكن الألم؟ عن تجربة، عن تجربة. بجد انا جوزي قال لي المعلومة دي، انا صدقتش، ما جربت بصراحة، اتصدمت ان فعلا هو بيعمل كده. فبجد مهم جدا ان هو يكون في البيت. مهم ان احنا ندخله بقى في الاكل، ده اللي انا جايه كمان اقوله لكم، ان احنا مهم جدا ان احنا ندخله في الاكل. طب هو يليق مع ايه؟ بصوا، انا بعمل حاجات حلوه جدا مع السمسم. بحطه في ايه؟ لما باجي بقلي بانيه بحطه مع البقسماط، بحطه هو حبه البركه مع البقسماط، بيبقوا حلوين جدا، بيدوا ريحه وطعم وشكل البانيه بيبقى هايل هايل. تمام. ده طبعا بجانب المعجنات، ان هو متحط على المعجنات والفينو والكلام ده كله. بس يتحط مع ايه تاني؟ مع الزبادي مثلا، هما بيجوا ياكلوا زبادي، يحطوا له معلقه كده منه على الزبادي، هياكلوه وتبقى الدنيا عاديه جدا. طب الاطفال الاقل بقى، الرضع مثلا او اللي بيبتدوا ياكلوا، ممكن نطحنه ونحطه مع الحاجات برضو، مع اي وجبه، ندخله مع اي وجبه هيبقى حلو جدا، بس طبعا بكميه قليله بالنسبه للرضع يعني. تمام. نحطه لايه تاني؟ ممكن كمان نحطه مع، نحطه مع البيض المقلي. احنا نعمل بيض مثلا، ممكن نحط منه مع الاومليت، ممكن نحط منه شويه، ممكن نحطه بقى على معظم الاكل. طبعا الاكل الاسيوي لو بتحبوه، الناس اللي بتعمله في البيت طبعا هو السمسم اساسي. تقدروا كمان تضيفوه مع السمك برضو، وانتوا بتقلوا السمك تحطوه مع الدقيق، هيدي شكله وهيدي طعم وقيمه غذائيه يا جماعه خطير بجد. السمسم ليه فوائد كتيرة جدا لا حصر لها. مش عايزة اتكلم علميا عشان انا مش في القصة دي، انا بتكلم في القصة بتاعتي اللي هي ندخله ازاي في الاكل وكده، وعن التجربة ان هو مسكن يعني. تمام تمام. نقدر ندخله في ايه كمان؟ صح، رأي لسه قايله لي على بنعمل بيه ايه تاني يا ماما؟ قالت لي بنحطه في الطعميه. صح، لما بنيجي نعمل طعميه في البيت بنحط سمسم كتير، بس يعني بنحط كتير، يعني لو شغالين في مطعم هنخرب بيت الراجل، بنحط سمسم فعلا مع الطعميه كتير. وبس. يا رب النهارده تكون التركه عجبتكم، جربوه بجد بجد، جربوه يا جماعه، جربوه جربوه، بالذات موضوع المسكن ده خطير. وبس، يا رب تكون التركه عجبتكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي. شفتي